احنا بقالنا كام سنة مع بعض دلوقتي؟ كذا سنة. كل ده ما فهمتنيش وما عرفتنيش، ما حسيتش بيا. ليه بتقولي كده يا لطيفة؟ هو في حد بيحبك قدي؟ الحب ده مش كلام، الحب أفعال. أنا لما حبيتك اتحديت الدنيا كلها علشان خاطرك. حتى هشام اللي انت عارف أكتر مني عداوته بتعمل إيه، لما فكر يهوب ناحيتك كنت هاكله بسناني. أنا عارف ده كويس يا لطيفة، وعمري ما أنكرت فضلك عليا. وعملت إيه بقى عشان ما تنكرش الفضل ده؟ مش فاهم. لا انت فاهم، انت فاهم كويس كمان. بالراحة كده بس وفهميني أنت قصدك إيه؟ فاكر لما طلبت مني فلوس وقلت لك معيش؟ انا وقتها طلبت ايه؟ طلبت انك تتجوزني. كنت فاكره يعني ان ممكن تعملها من نفسك، بس ما حصلش. جيت على نفسي وطلبت انا. طب ليه بس يعني يا لطيفة بتقولي دي برضه؟ كريم ما تتكلمش بليز. بس لازم تفهم انا مش هقدر اكمل كده، مستحيل. يعني إيه؟ يعني انا بكبر مش بصغر، وكلام الناس اللي كنت بستحمله زمان مش هقدر استحمله دلوقتي. يعني نتجوز يا نسيب بعض. النهارده مفيش كلاس باليه، ترجعي على هنا على طول عشان نتغدى مع بعض. اوكي؟ ايوه يا ليلى. اوكي يا حبيبتي. انت مش ناسيه حاجه؟ فين بوستي؟ انت عارفه ان انت اكتر حاجه بحبها في حياتي ولا لا؟ صباح الخير. صباح الخير. مش هتفطر؟ لا عندي عمليات متأخر. ايه الكرافته القديمه دي؟ قديمة ازاي يعني؟ مش فاهم. قديمه يعني من كرافتاتك القديمه، ربابيكي. بس عجبتني ولبستها. مش دي اللي كانت جايبها لك جميله؟ ما لازم تعجبك طبعا. حنيت ولا ايه؟ ده انت اتجننتي. يبقى شوفي هتعملي ايه في حفلة الوزير. صباح الخير يا دكتور اعتماد. صباح الفل يا هشام. انت لسه في البيت ولا ايه؟ شفتي من 12. طيب ممكن تجيلي بدري ساعة كده، عايزك في موضوع مهم. من عينيا. خلاص ان شاء الله، مع السلامة. سلام يا حبيبي. بابا حبيبي وحشتني قوي. مش قد ما انتي وحشاني يا حبيبتي. لو تعرف انا محتاجه لك قد ايه. يا بنتي مالي؟ صوتك مش عاجبني، في ايه؟ مفيش والله، كويسه. هشام متغير معايا قوي، شكله كده عاوز يرجع لمراته الاولانيه. وايه اللي حصل يخليكي تقولي كده؟ بقول لك متغير في كل حاجه، وبعدين اتغير معاها هي، بيشوفها وبيقابلها وكله بحاجه شوشو. طب ما جايز ده حقيقي. انا ست واحس الحاجات دي كويس. والله العظيم هو متغير معايا قوي، انا حاسه بيه. ده حتى صلاحياتي في المستشفى، كل حاجه ما بقاش ليها لازمه، ما بقاش ليا كلمه. حاسه ان انا بقيت منظر كده على الفاضي، شويه فساتين راحه وجايه من المستشفى. بعد كل اللي عملتيه. ما هو ده اللي هيجنني. انا نفسي اعرف بس هو متغير معايا ليه. جايز خنقان. الرجاله بتكره الخنقه يعني. لا والله يا بابا، ده في سر وراه، بس انا هعرفه. انتي قلقتيني كده. هو انت مش ناوي ترجع شويه؟ ما انا محتاجه لك قوي، نفسي اشوفك. طيب ما انا بكلمك عشان كده حبيبتي. انا خلاص طلعت معاش. يا حبيبي مبروك. بس ما تقلقيش، ظبطت مجموعه من العرب اصدقائي هبقى مستشارهم في بلدهم. رجل اعمال يعني على تقيل.
ايوه كده بقى، شويه اخبار حلوه بدل الناس الواطيه اللي انا عايشه وسطهم دول. في واحد منهم تقيل قوي، هبعته على المستشفى عندك عشان عايز يعمل شفط دهون. طب اسمع، لما تبعته قول له يسال عليا انا، ما يروحش لاي حد تاني. اه طبعا طبعا. اتفضل. صباح الخير. صباح الفل يا كيكي. مش عارف ادخل المكتب بتاعي. هو انت ما تعرفش ان دكتور هشام امر ان انت ما يبقاش عندك مكتب؟ يعني تبقى حر الحركه، تقدر تخش اي مكتب في اي وقت زي ما انت عايز. حول الحركه ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني تقدر تشتغل من اي حته، معاك اللابتوب بتاعك وممكن نشتغل في اي مكان في اي مكتب، ممكن تنورني هنا كمان لو عاوز. يبقى يأس الريح انا؟ دي فكره مين بقى يا استاذه؟ لا والله الالفاظ دي ما عنديش رد عليها، هو عندك ممكن تخش تساله. يعني اجي ادخل المكتب بتاعي الاقي بصمه الكارت متغيره يا ليلى؟ لو معترض بقى خش واجهه على طول. لا واجهه ليه؟ بسيطه. هو مش ليه شركاء؟ نتكلم معاه. اوه، ده تهديد بقى يا كيكي. انا مش هرد عليك يا ليلى. خير يا هشام؟ ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ خضتني. لا 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 خير، ما تقلقيش. انا كنت عايزك تكلمي جميله. اكلمها في ايه؟ نرجع لبعض. يا فندم تتكلم جد؟ هي الحاجات دي فيها هزار؟ يا ابني اللي بينكم بقى كبير قوي، محاكم وصور وتجريح. الله يجازي اللي كان السبب يعني. بس الحاجات دي بتحصل عادي لما بيكون في خلاف، وانا ما كنتش عايز اطلقها. انا عارف ان انا غلطت كتير، بس يعني هي اللي بدأت. يا ابني انا مش بقول مين غلطان، انا بقول وصلتوا لايه. امبارح جميله وصلتني انا وعايشه البيت. جميله؟ اه، ولو شفتي عيشه كانت فرحانه ازاي كانت صعبت عليكي. طب وليلى؟ خلينا في جميله دلوقتي. انت عارف ان انا اكتر حاجه بتمناها في حياتي ان انتوا ترجعوا لبعض، لان اللي حصل بينكم مش بس هد بيتكم، ده هد بيتي انا كمان. عارف، والله العظيم عارف، وان شاء الله كل حاجه تتصلح. طيب انت كمان اكيد عارف ان العلاقه بيني وبين جميله ما تسمحش ان انا اتكلم معاها، بس انا هقول لابوها يكلمها. طيب انا هبعت لك لستة العمليات. عن اذنك. اتفضلي يا دكتور. ازيك يا اعتماد؟ ايه؟ هو انت عينت اعتماد مديرة مكتبك ولا ايه؟ وبقى من حقها كمان ان هي تكتب لك لستة عملياتك. عايزه ايه يا ليلى؟ بابا اتصل بيا وقال لي ان هو هيبعت واحد صاحبه رجل اعمال كبير قوي ومهم قوي خليجي عشان تعمل له عمليه شفط دهون. اخيرا قلتي حاجه مفيده. انا اتعمدت اجيلك وجميله مش هنا عشان ما اكلمكش قدامها، عشان هي بطلت تسمع مني خلاص. بنت جحدة زي أبوها. هتتريق هقوم. ما شطة الجمل يا جميل.